السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا اسود الزمالك ودي اخبار الزمالك وانا منجا ابو شيكا الزملكاوي. بس قبل ما نبدأ يلا بينا نصلي على النبي، ولو عجبتكم الفقرة ادعموا مجهودنا. عاش الزمالك وجمهوره العظيم. لاعبي الزمالك راحة سلبية من التدريبات بعد نهاية الموسم. يخضع لاعبو الزمالك لقياسات بدنية وفحوصات طبية يومي 26 و 27 أغسطس الجاري قبل استئناف التدريبات يوم 28 من الشهر الجاري. تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا رسميا من الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف يحدد فيه الموعد النهائي لارسال القوائم النهائية للأندية المصرية المشاركة في مباراة السوبر الافريقي، وقد حدد الكاف يوم 12 سبتمبر المقبل كموعد نهائي لارسال القوائم النهائية للاعبين المشاركين في المباراة، أي قبل أسبوعين من موعد انطلاق المباراة. كما حدد الاتحاد الافريقي يوم 26 أغسطس الجاري كموعد نهائي لارسال القوائم الأولية للاعبين. من المقرر أن يلتقي الزمالك أمام الفائز من مباراة البني الإثيوبي أمام الشرطة الكيني في إطار ذهاب دور ال 32 من الكونفدرالية أحد أيام 13 14 15 سبتمبر المقبل. خالد الغندور عبر فيسبوك: زيزو لاعب كبير ووالده من حقه يبحث عن مصلحته المادية حتى لو رايح درجة تانية في السعودية، والزمالك من حقه إنه يقدر زيزو بأقصى مبلغ مناسب للزمالك، ولو والد زيزو شايف إن ده مبلغ غير مرضي يبقى يروح للمبلغ المرضي والزمالك يبيع زيزو ويشتغل على بناء فريق مش إرضاء لاعب. واللي عايز يبقى أسطورة ويبني تاريخ لا يشترط على النادي اللي عمل له تاريخ واسم يدفع مبالغ فوق قدراته المالية عشان يقبل البقاء، وعلى مجلس الإدارة أن يكون واضح ويشرح التفاصيل عشان الجمهور يبقى على نور خطوة بخطوة. وفي النهاية الزمالك وجمهوره هم النجوم وهم اللي بيعملوا النجوم. إبراهيم عبد الخالق نجم الزمالك السابق عمر جابر قدم موسم استثنائي مع نادي الزمالك والجميع أشاد به، وكان يستحق التواجد مع منتخب مصر بالإضافة إلى نبيل عماد دونجا وحسام عبد المجيد وسام مرسي. أيضا كان يجب أن ينضم لقائمة منتخب مصر، فهو يلعب في الدوري الإنجليزي أحد أقوى الدوريات في العالم. والد محمد عبد الشافي محمد في مرحلة التأهيل ويرغب في العودة لمباريات الزمالك في أسرع وقت. فضل الزمالك علينا كبير وسيعود إلى الملاعب ولن يعتزل. محمد اتخذ قرار الاعتزال في الموسم الماضي، ولكن بمجرد أن احتاجه نادي الزمالك فقرر العودة مرة أخرى إلى الملاعب. الجميع يحب محمد عبد الشافي وملتزم طوال مسيرته ويعشق الفكاهة داخل غرفة الملابس بين اللاعبين، فهو دائما يصنع المقالب في زملائه من اللاعبين. والد زيزو عبر موقع القاهرة 24: سيتم حسم موقف زيزو سواء بالتجديد للزمالك أو الرحيل للاحتراف خلال 24 ساعة قادمة. ليس لدي أي معلومة في الوقت الحالي، وبعد 24 ساعة سنحسم الموقف. سيف زاهر: في ناس بتقولك فين عمر جابر وحسين الشحات وسام مرسي وزيكو ومحمد اسماعيل، هم موجودين لكن في ناس تانية موجودة على مستوى عالي برضه. حسام حسن مش محتاج يبرر، هو شايف الافضل وصاحب الاختيار ويحاسب على الاداء، حتى حتة الاختيار مش بتاعت حد غيره بدون اي تبرير. الاعلامي محمد المحمودي محمود الشناوي فوجئ ب 16 واحد على الاقل بيوجهوه في ركلات الترجيح امام طلائع الجيش، لدرجة ان احد الاشخاص توجه لشيكابالا وقال له كفاية، لا الشناوي مركز ولا هيسمع الكلام من كل هذا العدد. فخرج اللاعب عن السياق الطبيعي وفقد تركيزه وظهر بشكل لم يظهر عليه في الدوري. فيصعب عليك تاني أمر إن مدرب الحراس أخذ الأجازة فجأة مدرب آخر قبل المباراة، فالبرنامج التدريبي الذي وضع للشناوي كان مختلف عن برنامج جوميز. والأمر الثالث إن الشناوي لم يكن هو المرشح الأول للعب مباراة طلائع الجيش، فالتعامل مع الشناوي كان سيء للغاية قبل اللقاء. الصقر أحمد حسن: قابلت محمد عواد وسألته عن موضوع تجديد تعاقده مع الزمالك وحقيقة مغالاته في طلباته المالية. عواد قال إنه ليس لديه أزمة في التجديد، وعقد جلسة مع كابتن حسين لبيب ووافق على العرض المقدم من الزمالك. وعواد أكد إنه لم يطلب الأرقام التي تتردد في الإعلام ولم يغالن في طلباته المالية. عواد قال: أنا ما عرض عليه من الزمالك للتجديد رقم مثل كل اللاعبين الفئة الأولى، ووافق عليه ومنتظر التواصل معه من الإدارة أو عبد الواحد السيد لحسم الأمر. أمير هشام عمرو الجنايني هو من يقود المفاوضات مع المغربية. أشرف بن شرقي لاعب الريان والفريق السابق لضمه بالموسم الجديد. الجنايني يتفاوض مع بن شرقي بالتنسيق مع حسين لبيب رئيس النادي، والصفقة لم تفشل حتى الآن، وبن شرقي ينتظر حصوله على مقدم تعاقده من أجل الوصول إلى القاهرة، والصفقة حتى الآن قريبة من نادي الزمالك في الموسم الجديد. إيهاب الكومي: مجلس الإدارة وزيزو كل منهما يرغبا في إعلان خبر
رحيله من قبل الطرف الآخر. مجلس الإدارة قدم لزيزو عرض خيالي للتجديد ليكون أغلى لاعب في مصر في الدوري، لكن عرض نيوم السعودي يكون أضعاف عرض الزمالك. أنا أرى أن حل مشاكل الزمالك يكون في بيع زيزو، خاصة وأن النادي سوف يحصل على ما يقرب من 250 مليون جنيه، بجانب اللاعب سوف يحصل على ما يقرب من 170 مليون جنيه. إسلام صادق عبر فيسبوك. مراد بتنا يقترب من نيوم السعودي، وحرب السوشيال ميديا والتسريبات تشتعل بين زيزو والزمالك على التجديد، والمجلس يؤكد رغبته في التجديد، وأنصار اللاعب يروجون نية المجلس في البيع. الفيلم الهابط. بس كده، هي دي كل الاخبار اللي كانت معانا النهارده عن نادي الزمالك. اتمنى الفقره تكون خفيفه على قلبكم. ادعمونا بلايك الفيديو، سبسكرايب للقناه، متشكرين جدا على دعمكم. لو عندكم اي ملحوظه سيبوها لنا في التعليقات. سلام.